اهلا بيكم احلى متابعين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الجزر. كيكه الجزر من الكيكات الرائعه اللي لو جربتوها هتحبوها جدا. عندي المقادير عباره عن، طبعا انا اي كيكه بستخدمها لازم بعاير بنفس الكوبايه. يعني انا معايره كل حاجه تمت بيها المعايره بنفس الكوبايه. يعني عندي في كوبايتين دقيق، كوبايه زيت، نص كوبايه لبن او حليب، 4 بيضات. كمان عندي كوب جزر مبشور ناعم، بشر ناعم. استخدمت المبشرة من الناحية اللي هي الصغيرة مش الكبيرة، المبشرة العادية. كمان عندي كوباية عين جمل او جوز. هنا عين الجمل ممكن تقللوا يعني لو، او ممكن تستغنوا عنه. عندي كمان معلقة قرفة كبيرة، بيكنج باودر طبعا. كمان عندي في من كوباية لكوباية وربع سكر. انا هنا مستخدمة كوباية واحدة. حوالي بشر جزرتين كبار اللي هم ما يعادل حوالي كوباية، يعني كوباية بشر جزر، بنفس اللي تمت بيها المعايرة. يلا نبدأ بسم الله. طبعا نبدأ بسم الله. اول حاجة هعملها هي نخل الدقيق، وزي ما قلت لكم لازم خطوة النخل دي علشان ادخل هواء في الكيكة. من شروط نجاح اي كيكة هو ان انا بقوم بنخل الدقيق، وكمان عشان اتخلص من الشوائب اللي موجودة فيه. دول الكوبايتين، كمان هندخل معاهم البيكنج باودر وكمان القرفة. هحط كمان ذرة ملح. كده انا نخلت كل حاجة، وبقى الخليط ده عندي جاهز. هقلبه بقى كويس، هقلب الخليط ده كويس. وهضيف عليه بشر الجزر. طبعا الجزر ممكن احطه مع المكونات السايله، بس انا افضل ان هو كده اهوت. وهقلبهم كويس على بعض. انا عملت الخطوه دهيت علشان الجزر ما يركضش تحته، انا بحطه مع المكونات السائله يبقى متوزع كله مع بعضه. كمان هحط الجوز، وزي ما قلت لكم احنا ممكن الاستغناء عنه، يعني مش لازم ان هو يكون موجود في الكيك، لكن طبعا وجوده بيدي نكهة رائعة للكيك. اقلبه طبعا كويس جدا. كده الخليط جاهز ان انا احط عليه، ابتدي بقى اشتغل في المكونات السائلة اللي عندي. هنا هبتدي اول حاجة بخفق البيض. زي ما انتم شايفين دول 4 بيضات كبار، هحط عليهم شوية فانيليا سايلة او بودر. هنا تم خفق البيض، ابتدي اضيف السكر. هنا انا مستخدمه السكر ابيض العادي، مقدار كوب. هبتدي بعد كده اضيف الزيت، وزي ما قلت لكم الزيت كوبايه والحليب حوالي نص كوبايه، بحيث ان الاتنين على بعض كوبايه ونص. اللي عايز يقلل من مقدار الزيت ممكن تاخدوا كوبايه الا ربع زيت وكوبايه الا ربع حليب، بس انا حطيت كوبايه زيت عليها نص كوبايه حليب. هبتدي اقلب، كمان احط الحليب. دي المكونات الجافة عندي، اتأكد ان هي متقلبة كويس، وابتدي انزل بيها على الخليط السائل بالتدريج شوية شوية واقلب. هنا ابتدي انزل بيها على الخليط السائل شوية بشوية، واقلبها بالمضرب اليدوي لحد ما تختلط كلها مع بعضها. لازم اتأكد طبعا ان هي امتزجت مع بعضها.
جايبه صينيه دهناها سمن، وابتدي ارشرشها كده اهوت بالدقيق، وابتدي اوزعه بالطريقه دهيت في الصينيه عشان ما تلزقش مني، ما يلزقش الخليط مني. هنا بقى ابتدي انزل الخليط في الصينيه بتاعتي. زي ما قلت لكم بحب الف الصينيه كده، ما انزلهوش في حته واحده عشان تبقى مساويه. يعني ما عملتش الخطوه دهيت بتطلع بصراحه مرتفعه من المكان اللي انا ثبتها فيه. بعدين ابتدي اهز الصينيه بتاعتي كده اهوت، واكون محميه الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه او 360 فهرنهايت. ابتدي ادخلها، هتاخد حوالي ساعه الا ربع، وبعد كده نبتدي نختبرها. وادي الكيكه يا جماعه خدت حوالي ساعه الا ربع في الفرن، ريحتها رائعه، يعني ما اقولكوش على ريحه فظيعه. طبعا انا هنا هبتدي اختبرها. السكينه نضيفه، يبقى هي ايه طبعا هي كده استوت. هبتدي اعمل ليها بقى الصوص اللي هيكون على الوش، او ممكن تتاكل كده اهوت من غير اي صوص ولا اي حاجه. هتبقى جميله جدا ورائعه برضو خفيفه. هنا زي ما قلت لكم انا ممكن التوب اللي انا هحطه او الصوص اللي انا هحطه اعمله، ممكن يتقدم كده من غيره اصلا الكيكه دهيت. ممكن اعمله بكريمه الجبنه اللي هي بيدخلها الجبنه الكريمي والزبده وكده، بس حقيقه هو مش متوفر عندي مكوناتها. نبقى نعملها مع بعض مرة تانية. دي تعتبر اللي انا هعملها دهيت الصوص دهوت يعتبر اقتصادي وفي نفس الوقت خفيف عن التاني. هحتاج نص لتر من الحليب، عليهم معلقتين كاستر، وكمان معلقتين كريمة خفق. هبتدي اول حاجة هدوب الكاستر دهوت المعلقتين اللي عندي في نص لتر الحليب، وهرفعهم على نار هادية لحد ما اوصل للسمك المطلوب. هنا بقى كمان ابتدي اضيف السكر، وده طبعا حسب رغبتكم وحسب ما انتوا بتفضلوا السكر ازاي. انا هحط هنا حوالي 3 معالق من السكر، وهقلبه كويس وهرفعه على النار. هنا انا رفعته على النار لحد ما خد القوام الكريمي دهوت على نار هاديه. هنا بقى هبتدي اطفي عليه وهسيبه يهدى، وبعد ما يهدى ادخله التلاجة، عايزاه يكون بارد خالص. هنا انا سبته فتره على ما هدى، وبعدين دخلته التلاجة. هطلعه كده هضربه، هضيف عليه المعلقتين الدريم ويب اللي عندي، وابتدي اخفق. دي الكيكه بتاعتنا، ابتدي ازينها بقى. ليكم كامل الحريه لو حابين تفتحوها من النص تدولها من الصوص دهوت يبقى اوكي، لو حابين تحطوا بس على الوش حسب بقى الرغبه. هنا قسمتها نصين زي ما انتوا شايفين قد ايه هي هشه وجميله. هبتدي بقى احط لها من الخليط في النص وبعدين من بره. اجيب بقى شويه من المكسرات عين الجمل اللي عندي، وابتدي اوزعه على وشها بشكل عشوائي كده. كمان هرش من الجزر. كمان وحدات عين الجمل ابتدي احطها كده في النص. الشكل بقى اللي انتوا تحبوه زينوا بيه. كمان شوية من الجزر كده ممكن احطهم في النص. هنا بقى انا اكملت تزيينها ودخلتها شوية التلاجة عشان تتماسك. وده يا جماعة شكلها بعد التقطيع، بصوا هي هشة قد ايه، جميلة جدا بجد رائعة. جربوها وان شاء الله تنول اعجابكم، وبألف هنا فألف هنا، وشكرا ليكم ولمتابعتكم.